ايلا مش انا اللي بعت الصور دي، صدقيني. انا ما اعرفش اي حاجه عن الصور دي. من فضلك سيبيني في حالي انا وجوزي واطلعي بره. لا انا مش هطلع. انده جوزك اساليه صورني الصور دي ازاي. اخر مره بقولك اطلعي بره. مش هطلع بره غير لما اثبت لك ان انا ما اعرفش حاجه عن القرف ده. من ساعه ما جيتي البيت عشان تقعدي معايا بقيتي عماله تعلي عليا قدام جوزي. وريتوله ان انتي احسن مني في الطبخ وفي التنظيف وفي كل حاجه تخص البيت. حتى بدل ما تهتمي بيا اهتمتي بيه هو. بقيتي مركزه معاه هو وكل تفاصيله. وكرهتيه فيا وفي كل حاجه انا بعملها. وبدل ما تراعي اختك راعيتي جوز اختك. انا مش هطلع بره يا ايلا. مش هطلع غير لما اعرف ازاي صور العريانه اللي في الحمام دي وصلت لجوزك. ايه في ايه؟ صوتكوا عالي انتوا الاتنين ليه؟ يونس انا صور اللي على موبايلك دي جت ازاي وصورتها لي امتى؟ صور ايه؟ انا موبايلي ما عليهوش اي صور، الموبايل اصلا لسه جديد. انت هتصدقي جوزك وتكدبيني انا اختك؟ انا اللي سبت كل حاجه في الدنيا دي وجيت عشان اقف جنبك وانت عيانه، في الاخر تطلعيني خاينه وتطلعيني ببعت صور عيانه لجوزك؟ وانا هكذب ليه؟ صور ايه اللي انت بتقولي عليها لنفسك في الحمام؟ ايه القرف اللي انت بتقوله لي ده؟ انت مدركه انت بتقولي ايه؟ انا ما بصدقش اللي عينيا. انا عقلي مش قادر يستوعب الحوار اللي بيدور دلوقتي. انا موبايلي ما عليهوش صوره واحده لريانا ولا لغيرها. ماشي يا ايلا، انا ماشيه، بس انا مش هسيب حقي. احسن ان انتي مشيتيها. من ساعه ما جت البيت وهي عماله تحاول تلف وتحوم حواليا وتبهرني طول الوقت، عايزه تحسس ان انتي ولا حاجه على الشمال. يونس من فضلك، انا مش عايزه اتكلم خالص في الموضوع، بعد اذنك سيبني لوحدي. اختك سرقتني يا هانم. كنت حاطط 40,000 جنيه في الدولاب جوه، فتحت دلوقتي ما لقيتش منهم ولا مليم. ازاي يا يونس وانت بنفسك قايل لي ان انت وديتها البنك؟ لا ما انا كان ورايا شغل وما وديتهمش. انا متاكد ان اختك هي اللي خدت الفلوس دي، ما حدش غيرها دخل البيت ولا فتح الدولاب. يونس خد بالك قوي من كلامك، وما تنساش ان في كذا حد بيدخل البيت، واخرهم كانت مرات الحارس لما طلعت تقعد معايا هنا لما انتوا رحتوا تقابلوا العريس. لا مرات الحارس بقالها معانا سنين وعمرها ما تجرؤ تعمل حركه زي دي. اختك هي اللي خدت فلوسي من ورايا. لو فلوسي ما جاتليش هيبقى اخر يوم ليكي في البيت ده. ما تقلقش يا يونس، قريب اول الحياه كلها تبان. الو. ايه يا رنا، ريانا جوز اختك العجيب ده داخل لي على الفيسبوك وعمال مصر يكلمني، ومصر ان هو كان عارفني من زمان ومش فاكر. ده انسان مريض، هو عايز منك ايه؟ حتى وانتوا قاعدين عمال مصر ان هو يعرفك قبل كده وبيشبه عليكي. لا ما انا اكتشفت هو ليه بيقول كده. زمان كنت نزلت انا وانتي صوره لينا مع بعض، ساعتها هو دخل كتب لي انتي احلى واحده في الصوره وحاول يتعرف عليا، وطبعا انا ما وافقتش. ولما دخل كتب لي تاني دلوقتي الرساله القديمه ظهرت، بس طبعا هو مش فاكر. انا دلوقتي بقيت متاكده انه انسان مش طبيعي. معلش يا رنا بعتيلي الكلام ده كله سكرين شوتس، بس دلوقتي بليز ما تتاخريش. مفيش مشكله انا بعتلك اللي انت عايزاه، بس انا مش عايزه ابقى سبب في خراب بيوت. انا هتصرف ما تقلقيش. باي باي. الو. الو. ايوه. هو انت عايزه مننا ايه تاني؟ ما تسيبينا في حالنا بقى. من فضلك افتحي الواتساب بتاعك دلوقتي قبل ما تقفلي في وشي او تقولي لي اي حاجه. ماشي، لما اشوف الكسبه الجديده بتاعتك. وده معناه إيه يا ريانا؟ ده معناه ان جوزك كمان داخل يكلم رنا صاحبتي، يعني عايز يتعرف على اي واحده. مش انا اللي بلف على جوزك، حتى لو كان طريقتي غلط وان انا اهتميت بزياده وكانت طريقتي كلها مش صح. حتى وجودي معاكي في البيت ما كانش صح، وكان لازم احط حدود. بس انا مش وحشه يا ايلا، مش انا اللي ادخل الف على جوز اختي. وعلشان تبقي عارفه جوزك فضحني وبعت الصور اللي عنده كلها للبني ادم اللي اتقدم لي واللي المفروض كان هو هيتجوزني. وليه ما تقوليش ان انت بتلفي عليه واستغلتي تعبي وجيتي هنا عشان تحسسيه بعجزي وتكرهيه فيا لحد ما يطلقني ويرميني؟ صدقيني يا ايلا مش انا اللي بلف على جوزك ولا عايزه منه اي حاجه. جوزك من الاول في حاجه في دماغه. جوزك كان مخبي صوره ليا في دولابه، ولما واجهته قال لي عشان مامتك فيها الله يرحمها، وايلا لما بتشوفها بتعيط وبتتدمر. ايه الدولاب؟ يعني انت اللي سرقتي فلوسه من الدولاب فعلا زي ما هو قال؟ انت كمان بتسرقيني يا ايلا؟ انا اختك ايلا، الحقيقه واضحه قدامك زي عين الشمس، بس انت اللي مش عايزه تشوفيها. انت لو مسكتي موبايل جوزك هتتاكدي ان الصور مش مبعوثه من رقمي. على فكره هو ممكن يسجل اي رقم باسمي. بقولك ايه يا ريان، انا ولا بقيت اصدق اي حد ولا اصدق اي حاجه. اقعدي مع نفسك يا ايلا وربطي الامور كلها مع بعضها. انا متاكده ان انت ساعتها هتقدري توصلي للحقيقه. مع السلامه. الو. ايوه يا استاذ محمود، انا عايزاك بالتوكيل اللي معاك تلغي كل حاجه انا نقلتها لجوزي، وتلغي التوكيل بتاعه بس في اقرب وقت. انا مش عايزاه يلحق يتورب. مع السلامه. ها عملتي ايه؟ جبتي لي فلوسي من اختك؟ لا ما عرفتش اجيب الفلوس يا يونس، عشان انت اللي واخدهم وبتتبلى على اختي. اصل الكاميرا اللي في الاوضه جوه جابتك. انا نسيت اقول لك اصل انا صلحتها. ما يمكن تكون انت اللي بوظتها صحيح لما انا شفتك طالع من اوضه اختي.
نفس الكاميرات برضو جابتك وانت بتسبق اختي على الحمام لما قالت ان هي هتدخل تاخد شاور، واكيد انت اللي حطيت موبايلك جوه عشان تصورها الصور الزباله دي. واللي اهم من كل ده ان جالي الشات اللي انت بعته لرنا صاحبه اختي لما انت كنت بتحاول تتعرف عليها، زي برضو ما اكتشفت ان انت بعت صور اختي لعريسها عشان تبوظ الجوازه، عشان هي برضو ما عبرتكش وصدتك. الحقيقه ان انت انسان المرام وجاي في اي وكل حاجه الفتي واخترعتي. اوعي تكوني متخيله ان انا هقعد ارد على التفاهات اللي انت عماله تقوليها دي، بس كل اللي انت بتقوليه ده بياكد لي حاجه واحده، ان انا وانت مستحيل نعيش تاني مع بعض. اخر يوم ليكي في البيت النهارده، انت تلمي هدومك بهدوء وتروحي على اختك الحراميه. انت اللي هتلم كل حاجتك وتطلع بره البيت ده، انت مالكش اي حاجه هنا. انا رجعت كل حاجه ليا باسمي، تعبي وشقايه اللي ياما اديتهولك عشان اقف جنبك، بس مع الاسف انت عينك فارغه وما يملاش عينك اي حاجه في الدنيا. واحد زيك طول ما هو ماشي يفضل يشم في الزباله ويعيش عمره كله ندمان عشان ضيعه على ولا حاجه. ما بقاش انا يونس لو ما جبتش حقي منك وبالقانون. وبمناسبه ان انت بتعايرني بعجزي، انت شكلك نسيت ان انا هبتدي علاج طبيعي بعد اسبوع. وعلى فكره العجز عمره ما كان في الرجلين، العجز في العقول والنفوس المريضه اللي مش قادره تسيطر على رغباتها وضحت بكل حاجه محترمه وكويسه في حياتها.